يا صباح الخير والسعادة والتفاؤل وراحة البال، يا رب جميعا تكونوا بخير. الغدا بتاعي النهاردة بقى ما ينفعش يبقى فيه حد ما بيحبهوش. ليه بقى ما ينفعش؟ علشان الغدا ده معمول بطعم وريحة وشكل زمان، لان الطواجن اللي قدامكم دي مش بس شكلها وريحتها وطعمها حلوين، لا ده كفايه بس الطاجن ده وهو في الفرن ريحته اللي ماليه البيت بالذكريات الحلوه، ايام ما كنا بناكل من ايد جدتنا، وشكله كده وهو بيبقبق على السفره بيفكرنا باللمه الحلوه بتاعت زمان. تعالوا نعمل طاجن خضار باللحمه علشان واحنا بناكله كده نفتكر ايام زمان. بس قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل اول حاجه في الوصفه دي انك تقدري تستخدمي اي قطعيه لحمه انت بتفضليها او حتى قطعيات مختلفه، المهم ان اللحمه تكون بتاخد نفس مده التسويه. انا استخدمت 2 كيلو من اللحمه وتبلتهم بتوابل بودر اللي هي معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود والكمون والبابريكا، نص معلقه صغيره من الحبهان والسبع بهارات وورق لورا والكباب الصيني، وربع معلقه صغيره من القرفه، ونص معلقه صغيره من الكزبره الجافه، ومعلقه صغيره من دبس الرمان، معلقه صغيره من الباربيكيو صوص، وكمان هحط معلقه كبيره من هريسه الفلفل الاحمر الحلو. لو انت عندك هريسه شطه هتحطيها برده مفيش مشكله، بتخلي طعمها حلو جدا. وانا ان شاء الله كالمعتاد هكتب لكم التتبيله دي كلها في صندوق الوصف. هقلب بقى اللحمه مع التتبيله دي كويس جدا وفي حله على النار، واحط فيها قطع من الدهن. هي كانت جايلي مع اللحمه، قطعتها كده لمكعبات صغيره وسيحتها على النار. ممكن لو عندك ليا ضاني تستخدميها برده بتبقى حلوه جدا. لو ما عندكيش ده او ده فهتحطي معلقتين من الزبده او من السمنه البلدي. المهم ان انت تحطي في الحله اي ماده دهنيه وتسيبيها تسخن جدا على نار عاليه، وبعدين هتنزلي بقطع اللحمه كده قطع علشان تاخد طبه وتاخد لون حلو. وحطيت كمان كام ورق كده من الزعتر والروزماري انا زرعاه عندي في البلكونه، وورق لورا وحبهان وكبابه صيني. وهفضل بقى اقلب في اللحمه دي شويه على نار عاليه مع التوابل الحلوه دي. وكمان هحط معلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم، بتدي ريحه وطعم للحمه حلوه جدا، يعني بتنقلها في حته تانية خالص. وبعد ما قلبت اللحمه تقلبتين غطيتها علشان تنزل الميه بتاعتها، وهقلبها شويه برضو وارجع اغطيها تاني لغايه لما تشرب الميه دي وما يبقاش فيها غير صوص. وبعدين هزودها كوبايه مليانه كده من الميه السخنه علشان تكمل التسويه بتاعتها. انا عايزه اللحمه تكون مستويه بنسبه 70%، وكمان انا بزود كوبايه الميه دي علشان لما اللحمه بتاعتي توصل لنسبه التسويه اللي انا عايزاها يكون فيها نسبه ميه، يعني مش عايزاها تكون ناشفه، انا عايزه يبقى فيها صوص. وبعد ما زودت الميه غطيت على اللحمه وهديت عليها علشان توصل لنسبه التسويه اللي انا عايزاها على بال ما احضر الخضار. وطبعا الخضار اللي انت هتستخدميه في الوصفه دي هيكون حسب اللي انت بتفضليه. انا استخدمت بطاطس بس قطعتها مكعبات تكون سميكه شويه علشان تستحمل الفرن وما تتهريش، وكمان جزر وقطعته شرايح مش رفيعه قوي ومش سميكه قوي، وفلفل اخضر رومي وحار، وكمان بزله، وحبايتين من الطماطم قطعتهم لقطع صغيره، وبصلايه كبيره قطعتها لشرايح رفيعه خالص، ومعلقتين كبار من هريسه الفلفل الاحمر الحلو، ومعلقتين كبار من صلصه الطماطم ممكن تستغني عنها مفيش مشكله، ونفس التوابل البودر اللي انا استخدمتها على اللحمه، ونفس الصوصات حطيت نفس الكميه على الخضار برضو علشان تديني طعم حلو. وبرضو في الاخر ما بنساش احط معلقه الثوم المفروم الناعم علشان بتفرق معايا جدا في طعم الطاجن. قلبت بقى الخضار كويس جدا مع التوابل والصوصات اللي احنا استخدمناها. وهنا اللحمه بتاعتي كانت خلاص هتستوي، فكنت بظبط لها الملح بتاعها لان انا في البدايه ما حطيتش ملح كتير علشان ما ياخرليش وقت التسويه. ولو انت عارفه من الاول ان اللحمه بتاعتك هتاخد وقت تسويه كتير بلاش تزودي لها ملح خالص من البدايه، خلي الملح في الاخر. زي ما انتم شايفين اللحمه بعد ما خدت نسبه التسويه اللي انا عايزاها لسه برضو في الحله ميه، هو ده اللي انا عايزاه علشان احطه على الخضار، علشان بيخلي طعم الخضار حلو جدا وبيطلع في الاخر صوص طعمه حلو جدا. هقسم بقى الخضار واللحمه على الطواجن. طبعا ممكن تعملي الوصفه دي كلها في بايركس او في صينيه الومنيوم برضو بتكون حلوه جدا، بس انا بصراحه بحب قوي استخدم الطواجن في العزومات لان مفيش حد زي ما قلت لكم ما بيحبهاش، ريحتها بتكون قلب الدنيا، بتدي طعم حلو جدا للاكل. وبعد ما خلاص رصيت الخضار واللحمه هصب بقى الصوص اللي كان نازل من اللحمه في الطواجن، واغطي الطواجن الاول بورق زبده، وبعدين هغطيها بورق فويل. لو انت هتستخدمي ورق فويل على طول خلي الوجه اللي بيلمع هو اللي مقابل للحمه، يعني بلاش تخلي الوجه المطفي لتحت، خلي الوجه المطفي لفوق علشان بيكون غلط، ده لو مش هتستخدمي ورق زبده. وبعد ما غطيت الطواجن دخلتها على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. اخدت معايا ساعه بس علشان اللحمه طبعا كانت مستويه في الاول، فاحنا كنا بنسوي الخضار بس، فهي ساعه كفايه جدا، وكانت طالعه بالشكل التحفه اللي انتوا شايفينه ده. وانا بصراحه ما بحبش اولع عليها الشوايه علشان انا بحب اللحمه تكون طريه كده وجوسي، وزي ما انتوا شايفين هي واخده تحميره برضو اصلا من الاول في الحله. لكن لو انتوا بتحبوا اللحمه ناشفه فممكن بعد ما تطفي من تحت هتشيلي ورق الفويل وتولعي عليها الشوايه بس 5 دقايق وهتاخد معاكي اللون اللي انت عايزاه. طبعا انتوا مش محتاجين اقول لكم على ريحه الطاجن في الفرن كانت عامله ازاي، اكيد
اكيد كلنا كلنا زمان في الطواجن وريحه الطواجن وطعم الطواجن. اما بقى الصوص اللي في الطاجن ده لما تحطيه على الرز كده وتاكليه فده في حته تانية بجد خطير بجد. وبدون مبالغه الطاجن ده حلو بكل المقاييس، حلو علشان تتبيله اللحمه، حلو علشان الخضار نايف ني، يعني حاجه صحيه كده ومش هتتعبنا بجد. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا الخير النهارده، اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل ليكم كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.